هلو بنات. شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله زينين باحسن حال، وعظم الله لنا ولكم الاجر وما صاب ابا عبد الله عليه السلام. بنات، هذا هيجي مقطع قصير قبل لا ندخل بالروتين. خلي اشرح لكم على السريع انه انا صار لي صار لي اسبوع لو اكثر ما ناشره روتين، لانه التليفون اللي هسه انا جاي اصور بيه الشركه ما اعرف شدوا نزلوا تحديث، ما اعرف شنو، فضربيني فيروس. هسه صار له هواي، هو يمكن قبل محرم بيوم لاول يوم محرم، يعني صار له هواي، يعني صار له 5 ايام 6 ايام من عطلان. فيعني شنو هو، اقدر افتح بيه نت بس ما اقدر اطب على اي برنامج اريده، بالاخص اليوتيوب. يعني ما اقدر انشر روتين، ما اقدر امنتج روتين، ولا اقدر اصور اكثر اصلا. فشنو قطعت هاي الفترة كلها امتانيته، يعني يرجع مثل ما كان. شوفوا شلون عرفت اني بيه هيجي، لانه دزيناه للمصلح، والمصلح قال كل شي ما اقدر اسوي له، لانه هو من الشركه ضربت الفيروس، تريد ما اعرف ايش تنزله من تحديث، فما ادري انا شو وقت هو يرجع مثل ما كان، لانه هو ما صار له هواي من مشترينه ونوعيته كلش حلوه. فالمهم انا لهذا السبب ما منزله روتين، بس انا مصوره ما قبل محرم واول يوم محرم، حذفتين عبالي ذاكره ممتلئه اللي عطل، بس طلع ما له غرض. فهسه مصورت لكم ايام محرم، راح احط لكم هذا الروتين ان شاء الله ينزل، ان شاء الله يفتح نت وهذا التليفون وينزل. وهسه باي باي، شاهدوا الروتين. طول السنة انتظرك يمتى يجي شهرك، حق امك الزهراء شاغلني بس امرك، غيرك فلا اقتم بالفكر بمحرم، انت نهجر دياري وحيا ابو وسط مأتم. السلام عليكم. بداية الفيديو نصلي على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم مصاب أبو عبد الله عليه السلام. عادي اعذروني، عتعت وعلس وأسحق عادي، لأنه الساعة 12 بالليل وأنا منتج لكم. ما تتخيلون ايش قد تعبانة والله العظيم. اليوم كان يمنا خطر وأني قاعدة يعني من الصبح، لأنه المهم بنات كان خطار كلش عزيز. فإشي أكيد صورت روتين بوجودهم، وإن شاء الله من بعد هذا الروتين راح تنزل روتينات تجنن. بعد رحماتكم تموت بالروتينات، كل يومين انزل روتين ان شاء الله. اذا صلحت سالفة التليفون وقدرت انزل هذا الروتين، قسما بالله محضرة روتينات تجنن. وهواي يعني سبحان الله، لو يعني اذا احضر روتينات يصير اكو خلل باليوتيوب، او يصير اكو عطل بالموبايل، واذا كشي ما يعني الموبايل كش ما بي وكش ماكو، بس انا ما مصورة متعاجزة او غير شي. فسبحان الله ان شاء الله تنقسم لي وانزل لكم روتينات هواي، لانه انا هم مصورة هاي الايام روتينات هواي، لانه يعني هيك جايزة. قمت اوزع احرف كلها بالايه، ما اعرف، من التعب، من السهر، من البرودة اللي قاعدة جوها تبريد بردانة، وجاي امتمت لوج بيها ما ادري. هنا شامية السكنون كنت اول مرة اذوقها ما اضطرها، كانت كلش طيبة تفوز والله. فايه فكلت شامية واني اسلق معكرونة. فسلقت شفتوا كيسين من هاي المعكرونة، كنا اول مرة نجرب هاي النوعية. هاي احنا مجربين غيرها بس كانت كلش طيبة وشكلها شهي. هنا سلقت عدس على مود اسوي شوربة عدس، على مود تصير وجبة خفيفة، بوتيتا اصابع ومعكرونة وعدس وطرشي وهاي الفواكه، كرز وعنب وخوخ ايه هاي السوالف الطيبة والسريعة خفيفة. وهنا مي من ثواب ابو عبد الله عليه السلام، وزعوا هيك مي بثواب ابو عبد الله، فجابوا لي قلاص وياهم. وهنا شفتوا بنات طلعت مصورة بس المعكرونة والشوربة، كان شكلهن كلش شهي وطيب، بالاخص معكرونة. فرصة على مود اطلع للباب، الراية لحد الان ما حد داقها. ولبست العباية حضرت البسامير والشاكوتش، يلا نطلع ندقها.
خليهم يصورون. يلا. وهاي بنات دقيناها شلون ما كان، لانه الدنيا تصلخ صلخ. ساعة بالوحدة الظهر، ناس تدقها بالليل من الصبح، احنا ندقها بالوحدة الظهر توازينا بعد. لأن وانا اقول لكم جتني فرصة على مود اطلع. واني وين طالعة؟ والله هي صدق جتني فرصة على مود اشوف الباب. شوفوا خلي اشرح لكم شغلة. يعني هيجي اقول لكم على بيتنا. شوفوا احنا بيتنا شايفين يعني جزء بيوتكم هذا بيت وبصفة بيت وبصفة بيت، وقدامكم بيت يعني هيجي، وبيناتكم هيجي جزء بنصكم يعني التبليط. هيجي احنا شنو؟ احنا لا معزولين من هالي البيوت. احنا دربونة خاصة ببيتنا وبحديقتنا، ما عندنا ولا بيت ثاني، مجرد دربونتنا. لا نشوف احد ولا احد يشوفنا. نقدر نطلع بيها بس احنا المشكلة يعني ما نطلع. فيعني هيجي بس يعني دائما ننظفها، ما نحبها تتوسخ الدربونة. فهي يعني دربونة خاصة بس ببيتنا. ملاحظة بنات، خاف تشوفون هاي الفتحة الدائرية اللي بنسيك بنات. هذا شيء شو تسمونه انتو؟ والله انا بالنسبة لي اسميه مصفي. والله يعني ما اعرف اسمه، ما اعرف. هذا اللي يصير بداخل السينك اللي يصفي، ها اللي يصير دائري. عود امه جت تريد تنظف السينك، هو ما حد يعرف يفتحه وينظفه، بس اني افتحه من جوا وانظفه بعدين ارجع اشده. هي ما تعرف، عبالها تفتحه من فوق بدل نفيس، فبدل ما تفتحه كاسرته وذبيناه. قلنا يلا مو مشكلة، فشلعناه راح نشتري غيره. وهنا بنات مرة سألتوني على السيباية مال الطباخ اللي تصير بالنص، قلتولي وينها؟ بنات موجودة، هي غاسلتها بس ضامتها ورا الطباخ، لأن أمه تقول أحد شكلها مو حلو، أحدها بدون سيباية أحلى. قلت لها مي خالفة، غسلتها ضمتها ورا الطباخ. وهنا بنات كسرنا قصة أبو عبد الله عليه السلام، طلع بيها مبلغ حلو. نقول إن شاء الله بالحجة نطبخ إن شاء الله. وهنا حضرت البطيخ هيجي بهذا الشكل، مربعات صغار حيل، على مود نخلطهن بالخلاط ونسويهن عصير طبيعي يجنن بالبيت. يابا اذا عندكم بطيخ مو حلو، حتى لو حلو وعندكم ثلج عندكم خلاط، حطوهن وسووا عصير بطيخ طبيعي. يابا شقد طيب يصير يجنن. فاني هنا عرفت اهلي يسوون ويصوروا لي، وانا رحت على مود اصلي صلاة الظهر. هنا كنت مسوية غدا ومكملة، وجوي هما على مود يخلطون عصير. ما تتخيلون ايش قد نحبه. تخيلوا بنفس اليوم خلطنا مرتين سوينا بقد هاي القلاصات، لانه من قد ما نحبه وهيك يصير بارد. وبالاخص بالصيف، احنا ما نخلطه بالشتاء بس بالصيف. يمكن بالشتاء ما موجود بطيخ، والله يمكن، ما ادري، ما متأكدة من هالمعلومة. بس ادري بالشتاء اكو فراولة. احنا لحد الان مفرزين فراولة، عندنا فراولة هم ما تريد نسويها عصير. نسويها شاركم اياها هم، يعني العصير مالتها كلش طيب. وهنا المرة الثانية يخلطون عصير، فاجيت عامد اصلي وعرفتهم يخلطون عصير براحتهم، لانه بيومهم سردنا على العصير. كل ساعة نتهدد، كل ساعة نقول خلينا نقوم نخبط بعض، خلينا نقوم نخبط بعض. الله شاهد ردنا نسوي حتى عصير رقي، ترى العصير رقي كلش طيب. هنا بنات اشترينا تايت اسمه الوزير، تايت الوزير. يعني هو زين بس احنا نستخدم تايت تور لطور، ما اعرف ما متأكدة، بس ما نستخدم هذا مرات نجيبه. هنا جبت زاهي على مود جبت تايت اغسل الملابس، وهنا أنا زاهي عمود اغسل الماعين. بالقطع باللون الأسود. شوفوا بنات
هنا تعرفوا ليش مخلية ايدي؟ هنا مخلية ايدي لانه الكاميرا مال تليفون اللي جاي اصور بيه مستحيل طلع لون الاسود لما هيجي اواخر يعني بس اخلي الكاميرا طالعة هيجي ما اعرف فيها لون، طالعة جوزي ما اعرف فيها لون، فاخلي ايدي على مود اعدل الدقة. ما اعرف هاي اول مرة اسويها وضبطت وياي، من اخلي ايدي يطلع اللون الحقيقي، لو اخر ايدي ما يطلع لون الحقيقي ولا الفصال الحقيقي، فخليت ايدي على مود يشوفون لون القطعة الحقيقي. وهنا العصر كلش خليت ماعون وخليت بيه مشمش وخليت عليه عنب وثلج ومي بارد، وطلعنا بالحديقة كن احنا العائلة كنا برا قاعدين بالحديقة ناكل ونسولف وسهمنا وسهمكم ألف عافية. هاي كانت يعني هيجي عصرية لازم نبرد ما طول الدنيا حارة. هاي نهاية الفيديو، باي باي.